وبيقول لها أنا خرجت من عندك مش قادر أتلم على أعصابي. وهي ردت عليه وقالت له معلش أصل أنا زودتها شوية، بس أنت اتبسطت. وأكيد طبعا أنا اتبسطت. ازيكم؟ أنا مراتي موظفة، إحنا متجوزين بقالنا 10 سنين. كان في دايما بتبقى مشاكل ما بيننا وما بين بعض، بس ده بيبقى جوه البيت زي أي بيت وعادي وبنرجع نتصالح. لما كنت معودها إن أنا بجيب لها هدية كانت بتبقى عادي، ولكن الفترة الأخيرة لما كنت بجيب لها هدية بلاقيها بتعيط من غير سبب. أنا مش عارف هي متغيرة معايا الفترة الأخرانية دي وإيه السبب، برضو مش قادر أفهم. المهم، في مرة في رسالة جاتلها على الموبايل من رقم غريب، بفتح الرسالة ديت وببص فيها لقيت إن بتقول للواحد يا واد يا جامد، وذاكرة اسم شخص معاها في الشغل. فجيت واجهتها وقلت لها ايه الرسالة دي؟ فضلت تنكر وتقول انا معرفش حاجة وما معرفش الموضوع ده ازاي حصل. المهم اتخانقنا شوية وبعد كده اتصالحنا ورجعنا عادي، وبعد فترة طويلة كانت في يوم جاية من الشغل متأخر، فدخلت على طول على المطبخ حطت تليفونها على الشاحن، وانا كنت داخل بالصدفة لقيت الموبايل في رسالة جاية. فتحت الرسالة لقيت ان هي كانت متأخرة بسبب ان هي كانت مع الشخص اللي بيكلمها ده، وبيقول لها أنا خرجت من عندك مش قادر أتلم على أعصابي. وهي ردت عليه وقالت له معلش أصل أنا زودتها شوية، بس أنت اتبسطت. وأكيد طبعا أنا اتبسطت. فطبعا قال لها أنا محتاج إن أنا أحدد معاكي مقابلة ليوم تاني. الشخص ده هو اللي معاها في الشغل. طبعا بدون أي تجريح ولا كلام، أنا الصراحة مش عارف أتصرف ولا عارف أفكر ولا عارف أخد قرار ومن غير ما حد يغلط فيا. أنا مش عارف أتصرف إزاي. فمحتاج من حضرتك إن حضرتك تقولي المفروض إن أعمل إزاي، وأكيد لازم تقولي للناس اللي عندك برضو محدش يجرح فيا. خليني في البداية أفكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تقول رأيك في المشكلة وتشير الفيديو. أما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو أنت عايزني إن أنا أقولك رأيي بدون تجريح أو الناس اللي عندي من غير ما تجرح فيك، أعتقد إن أنت مش مستني حد مننا يقولك خد قرار. ده أبسط الأمور، لأن أنا دايما ما بقولش الكلمة دي والناس اللي متابعاني عارفة الموضوع ده. أنت محتاج تاخد قرار، وقرار سريع، لأن اللي بيحصل ده مش طبيعي. طبعا مش هتكلم في تفاصيل، يا رب تكون فهمتني. وأكيد الناس أتمنى منهم إن هم ما يجرحوهوش في الكومنتات، وتقولوا له رأيكم في الكومنتات في المشكلة دي يعمل